من بينهم بالهندا والكعبي لاعبون شاركوا رفقة المنتخب المغربي في كأس العالم روسيا 2018 ويغيبون عن مونديال قطر 2022. سجل بعض اللاعبين حضورهم رفقة المنتخب المغربي في كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، وتواجدت أسماء لأول مرة في لائحة أسود الأطلس، بينما يغيب البعض الآخر عن البطولة العالمية. وكيمثل كل من منير المحمدي، ياسين بونو، رضا التقناوتي، رومان سايس، أشرف حكيمي، حكيم زياش، يوسف نصيري وسفيان أمرابط المنتخب المغربي للمرة الثانية على التوالي في المونديال. وظهرت بعض الأسماء لأول مرة في لائحة الأسود المشاركة في المونديال، مثل أشرف داري، بلال الخنوس صاحب 18 سنة والذي كان مفاجأة اللائحة. وغابت عدة أسماء عن قائمة الفريق الوطني بالرغم من مشاركتها رفقة المنتخب في المعسكر التدريبي الأخير الخاص بالمونديال، مثل ريان مايي، سامي مايي، ومنير الحدادي. وبالعودة لقائمة المنتخب المغربي التي شاركت في كأس العالم روسيا 2018 بقيادة الفرنسي هيرفي رونار، نجد 14 لاعبا شاركوا في البطولة العالمية ويغيبون عن مونديال قطر 2022، مثل أيوب الكعبي ويونس بالهندا. وفيما يلي أسماء اللاعبين الذين شاركوا رفقة المنتخب المغربي في مونديال روسيا ويغيبون عن نسخة 2022 بقطر: مهدي بن عطية يعتزل، مروان داكوستا، نبيل ديرار، حمزة منديل، يوسف أيت بن ناصر، مهدي غارسيلا، كريم الأحمدي اللي اعتزل، يونس بالهندا، فيصل الفجر، عزيز بوحدوس، نور الدين أمرابط، مبارك بوصوفة، أيوب الكعبي، خالد بوطيب. ويذكر أن المنتخب المغربي يتواجد في المجموعة السادسة لكأس العالم المقرر في الفترة ما بين 20 نوفمبر الجاري و 18 دجنبر المقبل بقطر.